جاي على بالكن أكلة حلو وما بتعرفوا شو بدكن تتحلوا؟ تعالوا معي لنحضر سوا أطيب ليالي لبنان بمكونات بسيطة وموجودة بكل بيت. وبهالطريقة قدمتها كتير حلوة وظريفة ومناسبة للرمضان. بتمنى تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس ليوصلكن كل شي جديد. بالبداية رح أحضر قشطة المنزلية. تابعوا معي الخطوات سهلة كتير ومكوناتها بسيطة. أنا عندي لترين حليب يكون كامل الدسم. أول شي رح سخن الحليب. بعد ما يسخن عندي الحليب يكون تقريبا معادلة لدرجة الغليان قبل ما تغلي بشوي. رح ضيف له خل أبيض مشان نفرط الحليب. لكل لتر حليب 3 معالق خل أبيض. يعني أنا عندي لترين حليب رح استخدم 6 معالق خل أبيض. بعد ما سخن عندي الحليب رح ضيف له خل أبيض مثل ما قلت. لكل لتر حليب 3 معالق خل أبيض. فيكي تستخدمي أي نوع من الخل، خل أبيض، ملح الليمون، خل تفاح عادي، كلهم بفرطوا الحليب. بعد ما تضيفي خل أبيض لازم تحركي الحليب منيح منيح مشان ما تعطي طعمة الخل بالقريشة. بعد ما فرط عندي الحليب لاحظوا كل الدسم اللي بالحليب طلع لفوق والمي نزل لتحت. انا هلأ رح شيل القريشة وصفيها كتير كتير منيح، لازم تتصفى من المي. بعد ما صفيت القريشة من المي رح ضل حركها بالمعلقة وهيك دوسها لحتى تطلع كل المي اللي ضل فيها، لانه اذا ضل مي بالقريشة رح تعطي هيك طعم حامض ومو طيبة هالطعم الحامض الصراحة. وهلأ عجنب رح اعمل قشطة عادية. بحتاج كوب من الحليب، حليب السائل، حليب بودرة كمان عادي فيكي تستخدمي. لكل كوب من الحليب، أنا الكوب عندي شوي كبير فحطيت معلقة كبيرة من الطحين، وحطيت معلقة من النشا، ومعلقة وشوي من السكر وظرف فانيلا. حركتهم على البارد أول شي وبعدين حطيتهم على النار. وبعد ما تحطيها على النار لازم تضلك تحركيها بتحريك مستمر، لأنه إذا تركتيها رح يتكتل عندك القشطة. وهذا هو القوام المطلوب. بعد ما صفيت القريشة من المي وجهزت القشطة هلا رح اخلطهم مع بعض وبالمعلقة رح حركهم سوا كتير 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 منيح لحتى يتجانسوا سوا. وهاي القشطة اللي عملتها بتناسب كل انواع الحلويات. فرضنا حلاوة الجبن، كنافة بالقشطة، بسبوسة بالقشطة. كتير كتير طعمها طيب وسهلة. وبعد ما خلطتن كتير منيح هلا رح غلفها وحطها بالبراد. لازم تغلفيها لحتى ما تاخد الطعم من البراد. وتعالوا معي هلأ لنحضر ليالي لبنان. أنا عندي 4 كاسات من الحليب ما يعادل لتر من الحليب. فلكل 4 كاسات من الحليب بحتاج كاس من السميد ونص كاسة من السكر. بحركهم على البارد أول شي وبعدين بحطهم على النار.
وبعد ما حركتهم كتير منيح ضفت لها معلقتين ماء الورد، تعطي طعم حلو وريحة حلوة مع التحريك المستمر، لأنه إذا تركتي رح يتكتل عندك السميد. أنا حبيت أقدم بهاي الطريقة. أنتي فيك تحضري بجاط بايركس، تحطي فوق القشطة وبعدين بتزينيها على الطريقة اللي بدك إياها وتقدميها مع القطرة. هاي القشطة عندي صارت جاهزة، بسم الله ما شاء الله، قوام وشكل ولون ما أحلاها عن جد. جربوا هاي الطريقة، كتير كتير طيبة وحلوة. بعد ما برد عندي المزيج حطيت فوق القشطة ومديتها بهاي الطريقة. وبعد ما برد عندي المزيج حطيت فوق القشطة، والزينة حسب الرغبة، شو ما بتحبي تزيني على راحتك. مديتها بهاي الطريقة وزينتها بالفستق الحلبي. عليها الورود المجففة، عطى لون حلو وشكل حلو، وبتناسب عن جد، بتناسب للرمضان. جربوها عن جد طعمها ولا أروع وسهلة. وصحتين وهنا على قلبي وعلى قلبكن. ولا تنسوا تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس ليوصلكن كل شي جديد.